نفتح الآن مشاهدينا ملف المواجهة السابعة في ثمن نهائي بين منتخبي المغرب وإسبانيا. قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إن المباراة أمام المنتخب الإسباني ستكون بمثابة النهائي الرابع للمنتخب في كأس العالم، مضيفا أنه يعرف جيدا الكرة الإسبانية ويطمح لتحقيق المفاجأة في هذا الدور، بينما أكد الحارس منير المحمدي أن اللاعبين يريدون تحقيق الانتصار لإسعاد الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب في كأس العالم، وسيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك. نعم، لدينا لاعبين يلعبون في الدوري الإسباني، وهو شعب عزيز على الشعب المغربي، ونحن على دراية بكرة القدم الإسبانية لطالما يلعبون بنفس الطريقة التقنية، ولكن المنتخب الإسباني رقم صعب، وبالتالي نحن نتوقع أن المباراة ستكون صعبة على غرار مباراة كرواتيا وبلجيكا وكندا. كما قلت من البداية، كل مبارياتنا كانت مباريات نهائية، وهذه سوف تكون المباراة النهائية الرابعة، وسنحاول الفوز بها بقيمنا ومبادئنا. نحن نحاول أن نسعد المشجعين، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لأن هذا أسمى ما يمكن أن نقدمه للجمهور، وأن نعطيهم هدية الفوز جزاء على دعمهم لنا. علينا أن نخوض المباراة المثالية لكي يشعرون بالفخر كما نحن فخورون بهم. لم يخفي مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي تخوفه من المباراة المرتقبة ضد نظيره المغربي، بعدما وصفه بأنه من بين أفضل المنتخبات في كأس العالم، مضيفا أن المنتخب الإسباني لديه أفكار واضحة سوف يطبقها في المباراة، بينما أعرب اللاعب بيدري عن احترامه الشديد للمنتخب المغربي، وخصوصا لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. كل اللاعبين مستعدين لمباراة المغرب من الجوانب البدنية، ونحن على استعداد لتقديم واحدة من أفضل المباريات في البطولة. لدينا أفكار واضحة وسوف نطبقها، وهذا لا يعني أننا سوف نسيطر طيلة دقائق المباراة، لأننا نتحدث عن كأس العالم وسوف نواجه أفضل المنتخبات. المنتخب المغربي من بين أفضل المنتخبات في البطولة، ولديه مدرب رائع، ولديهم حالة ذهنية جيدة قبل مواجهتنا. نعرف أن المنتخب المغربي يملك الكثير من اللاعبين المتميزين ويلعبون في أفضل البطولات الأوروبية. حكيمي هو لاعب في المنتخب المغربي، ورأينا كيف يلعب في باريس سان جيرمان، ونحن نحترمه كثيرا، لذلك سيكون المنتخب المغربي منافسا قويا لنا. نهائي رابع يخوضه المنتخب المغربي كما قال مدربه وليد الركراكي، لكن هذه المرة بمواجهة إسبانيا. خالد، المنتخب المغربي خاض مواجهات أصعب من هذه المواجهة في دور المجموعات أمام كرواتيا أو بلجيكا، أو هذه هي المواجهة الأصعب برأيك لوليد الركراكي؟ بالنسبة لي أنا أحسن امتحان كان له ضد المنتخب البلجيكي. قدم أداء ممتاز. أنا الحقيقة معجب كثير بالوسط الميدان الدفاعي أمرابط، لاعب فيرونتينا، لاعب ممتاز، لفت الأنظار من بداية الأنظار. نتذكروا عام 2018 كانت فما مباراة ودية ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني، انتهت 2-2، كان وقتها نسيري سجل الهدف الثاني. نطمح أنه المنتخب المغربي يمشي لبعيد في الدورة هذه، عنده فريق متكامل، عنده قائد فريق ممتاز. زياش كان رجع من بعيد، عنده تأثير إيجابي في المنتخب. بالنسبة لي أنا 50-50 المقابلة ضد المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني كان انهزم ضد المنتخب الياباني 2-1، كان قدم مقابلة سيئة للغاية. لذا نتمنى المنتخب المغربي ينتصر على المنتخب الإسباني ويتعدى. المدرب عنده مدرب ممتاز نعرفه شخصيا، كنت لعبت ضده كان يدرب الفريق الودادي. نفس شخصية المدرب إيرفي رونار ولا بيب غوارديولا، يعرف يتحدث مع اللاعبين، يعرف كيفاش يكون أصدقاء مع اللاعبين. إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وكل الشعب المغاربي. المنتخب الإسباني هو أكثر فريق في هذه البطولة يعرفه المنتخب المغربي، ولا يعاني بين قوسين من مسألة العقدة.
يعني تتحدث عن لاعبين في المنتخب المغربي يعرفون جيدا هؤلاء اللاعبين ويخوضون مباريات أمامهم طوال الموسم. نتحدث عن المحترفين هناك في إسبانيا. بعدما قدمه المنتخب المغربي التعادل مع كرواتيا وقد كان الأفضل والتفوق على بلجيكا، هل يمكن أن نرجح كفة المغرب على إسبانيا ربما لأول مرة في التاريخ؟ نعم، لأن كرة القدم تلعب في المستطيل الأخضر، وحتى التفاؤل اللي كنتكلم به أنني كنشوف حتى في التدرج في المستوى وفي الجهد. شفنا المباراة الأولى ضد كرواتيا تدرج في الجهد وفي القيمة الفنية في المباراة الثانية ضد بلجيكا، وتدرج مرة أخرى في الجهد وفي الجانب الفني في المباراة أمام كندا. إذن هذه أشياء اللي مؤشرات اللي كتعطيك أن الفريق يعني بالنسبة لي أنه وصل يعني المرحلة تاع النضج التكتيكي والنضج الفني والنضج البدني. القوة تاع المنتخب الوطني المغربي وهو احنا كنقولوا له العائلة. كيف العائلة؟ لأن وليد استطاع أنه يخلق لحمة ما بين اللاعيبة الموجودين، ولينا كنحسوا بأن هناك واحد المجموعة يعني مجموعة اللي هي قوية، مجموعة اللي فيها انسجام، فيها تجانس، وحتى طريقة اللعب يعني اللعيبة حفظوها بشكل يعني ممتاز. لأن المنتخب الوطني المغربي إذا شفتي طريقة اللعب تاعو هو ديما لعب بطريقة لعب حذر، ما كيحاولش انه يبادر بشكل يعني غير مضبوط، دائما كيبادر باتزان، يعني عنده توازن على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. الاخطاء قليله، شفنا الاخطاء عدد اللي كنقولوا الاخطاء بالشكل يعني اللي كتكون كارثيه، اخطاء قليله. لو استثنينا الجول اللي تسجل ولكن هذا ما تعتبرش خطا، هذاك غير ضد مجرى اللاعب. اذا كيبقى ان المنتخب الوطني المغربي عنده جميع المقومات ديال انه يلعب الند للمنتخب الاسباني، وحنا لعبنا معهم في كاس العالم السابقه، وكان المنتخب الاسباني اظن اقوى وعملنا معهم 2-2. كان في ظلم تحكيمي برايك في تلك المباراه؟ نعم، كان ظلم تحكيمي، وراك شفتي كيف مرت الامور، وحتى كان من المفروض ان المنتخب الوطني المغربي يخرج فايز، ولكن كنتمنى ان يكون. انا شفت ان بالنسبه للحكم الارجنتيني ولا حيصفر المنتخب اللي هو اللي صفر المنتخب في مباراه كرواتيا، حكم جيد، ما اظن انه حيوقع في نفس الاخطاء اللي وقع فيها الحكم الاخر. وكنظن ان حتى المؤازره الجماهيريه حتكون كثيره بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، وكنظن ان حتى هناك جنود خفاء. عندنا واحد اللي كيتسمى بالنسبه لنا حنايا محلل الاداء اللي كان مع المنتخب البلجيكي، وكيتعتبر من محللي الاداء الاقوى على الصعيد العالمي، فهو درس المنتخب الاسباني ووجد كاع الاسلحه التقنيه والتكتيكيه اللي ممكن بها نتفوقوا على المنتخب الاسباني ان شاء الله. المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الاسباني الذي يضم في صفوفه اصغر معدل لاعبين في هذه البطوله وفي هذا المونديال. لا ندري ما اذا كانت هذه ميزه تحسب له ام عليه. الصحافة المغربية تتابع عن كثب تقدم منتخب بلادها في مشاركته بكأس العالم فيفا قطر 2022. أمين السبتي يقربنا أكثر من هذه المتابعة عشية المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في ثمن النهائي. أهلا بكم وبكل متابعي قنوات بين سبورت من هنا من أمام مقر إقامة المنتخب المغربي الذي أجرى اليوم آخر حصة تدريبية قبل مباراته دعني أقول التاريخية المهمة والمصيرية أمام نظيره الإسباني. نعلم جميعا أن منتخب إسبانيا واجه المنتخب المغربي في النسخة الماضية، وكان المنتخب المغربي أقوى وأفضل في تلك المباراة، لكن الحظ حرمه من الخروج ب3 نقاط واكتفى بنتيجة التعادل. الأجواء جيدة ورائعة في معسكر المنتخب المغربي، كثير من التفاؤل في إمكانية المضي قدما ومواصلة هذا المشوار الناجح بالنسبة للمنتخب المغربي. للحديث أكثر معي صحفي مغربي هو أمين بيروك رئيس تحرير راديو مارس. أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. بداية دعنا نتحدث عن الحظوظ. صحيح المنتخب المغربي حقق الأهداف المنشودة والتأهل إلى دور 16،
ما هي الحظوظ وكيف ترى مستقبل المنتخب أمام منتخب إسباني قوي؟ الحظوظ قائمة. أظن أنه هناك تفاؤل مشوب بنوع من الحذر وبنوع من الاحترام للخصم، بحكم أنه فائز بكأس العالم 2010 ويتوفر على ترسانة من اللاعبين الكبار. ولكن المنتخب المغربي أثبت خلال الدور الأول من المنافسة أنه باستطاعته أن يقارع أبرز المنتخبات العالمية بدون مركب نقص، وحقق نتائج طيبة أمام كل من كرواتيا وبلجيكا، تصدر المجموعة. واليوم هناك طموح، هناك غياب مركب نقص الذي كان يقيد نوعا ما اللاعب المغربي والطاقم التقني المغربي. اليوم المنتخب المغربي طموحه الذهاب لأبعد مدى في كأس العالم، علما بأنه في حالة هزيمة أمام المنتخب الإسباني لا قدر الله ستكون النتيجة طبيعية بحكم موازين القوى التي هي متباينة، وإذا حقق المبتغى فسيكون أول انتصار في تاريخ كرة القدم المغربية أمام منتخب إسباني نعرف عنه الشيء الكثير ويجهل عنا الشيء الكثير كذلك. هناك من يعتبر أن المنتخب المغربي مطالب بالدخول ببطاقة البطل باعتبار أنه قارع كرواتيا، فاز على بلجيكا وتصدر المجموعة، عكس المنتخب الإسباني الذي خسر في مباراته الأخيرة. هل تعتقد أن هذه الأمور، هذه المؤشرات تجعل من المنتخب المغربي يلعب بدون ضغط؟ أجيبك بالتساؤل آخر، هل هذا يعني المغامرة أكثر من اللازم؟ أظن أن وليد الركراكي بحكم ثقافته الكروية وحكم قراءته للخصم لن يجازف بما بالمباراة أكثر من اللازم أمام منتخب إسبانيا. سيحافظ على نهج متحفظ نوعا ما، سيحاول مجاراة المباراة وعدم القيام بأي مناورة قد تؤدي إلى خطر أمام المرمى المغربي. أظن أن كذلك أن درس منتخب السنغال أمام إنجلترا يجب أن يستوعبه اللاعبون والجماهير، بمعنى إفراط في الحماس، يعني إعطاء مساحات للخصم وإعطائه فرصة أنه يناور ويسجل. منتخب إسبانيا يتحكم في الهجمة المنظمة، المنتخب المغربي يفضل أن يقوم بالهجمة السريعة. لما نغامر ولما نجازف؟ مباراة تحديد المتأهل إلى دور الربع مباراة في 90 أو 120 دقيقة وقد تحسم في ضربات الجزاء الترجيحية. كثير من اللاعبين المغاربة يلعبون أو سبق أن لعبوا أو تكونوا في الأندية الإسبانية. هذه نقطة ربح ونقطة إيجابية للمنتخب المغربي أمام المنتخب الإسباني. بطبيعة الحال ستزيل نوعا ما الرهبة أمام اللاعبين الإسبان. بونو، حكيمي، نصيري، زلزولي، بوفال، أمرابط، كلهم لديهم ما يكفي من التجربة. بعض منهم يمارس بالدوري الإسباني، الآخر تكون في المدارس التكوين الإسبانية، بمعنى لديهم دراية كبيرة بطريقة لعب الخصم، يواجهون الخصم كل أسبوع تقريبا في مواجهات الليغا، ولديهم من الخبرة لأنهم كسبوا 4 سنوات من الخبرة مقارنة بمواجهة كالينينغراد سنة 2018، ولديهم حماس ورغبة لتحقيق المستحيل. The sky is the limit، يعني بمعنى ما يحدونه هو السماء. المنتخب المغربي أمام فرصة تاريخية لإثبات الذات وإعادة إفريقيا لمركزها الطبيعي، ألا هو على الأقل مواجهة في ربع نهائي كأس العالم. متفائل أمين بيرو؟ متفائل ولكن بحذر. شكرا جزيلا لك وعلى حضورك معنا، وكل توفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي الذي كما أشرنا والممثل الوحيد للمنتخبات العربية وأيضا الإفريقية بعد خروج منتخب السنغال يوم أمس. كما أشرت سابقا ومنذ بداية هذه البطولة أجواء حماسية وتفاؤل كبير في معسكر المنتخب المغربي المقبل على مباراة مهمة في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية والإفريقية كذلك. الجميع يؤمن إيمان تام بأن المنتخب المغربي خاض امتحانات أصعب من هذا الاختبار بكثير، سواء أمام كرواتيا أو أمام بلجيكا، وهو قادر على تجاوز المنتخب الإسباني شرط